اذا اليوم كما راكم تشوفوا درنا الشراك المسكر، وشوفوا يعني تبعوا كامل النصائح باش تشوفوا باللي وتنجحوا فيه والعقده تجيكم هاي ديك. شوفوا راهي تعبر يعني الصوره ما تجيش كامل يابسه. تابعوا معنا الفيديو الى الاخر. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام. كما شفتوا في بداية الفيديو راح نديروا الشراك المسكر، يعني تبعوا كامل المراحل هذو راح تنجحوا فيه من اول تجربة. هنايا جبت هذا البول تاع الفلون، يعني تقريبا ماشي تقريبا يوزن 200 مليلتر. هنايا ندير 3 كيلات فارينة غازي ماشي بومبي كما راكم تشوفوا، 3 كيلات ممسوحين. ملعقة صغيرة تاع لافاني، ملعقة كبيرة تاع سكر غلاس، وقرصة تاع الملح. يعني بالك وتنساو هذه القرصة تاع الملح، هذه هي اللي تعدل الجو. هنا نجيبو نعمرو كيلة تاع السمن تاعنا تكون سخونة ونبردوها بالسمن البارد، يعني هالطريقة باش تجيكم مكشول غامل، يعني ما تجيكمش شغل باش تجي تذوب تتبسس. هنا ندوبوهم نفرغوها بلاكو السمن يكون سخون، راح تغسل لكم العجينه تاع الشارك، يعني يكون بارد. هنايا شتوني باللي بردته تماما. نديرها ونبسس العجينه تاعي بيدي كما راكم تشوفوا. احنا نبسوها مليح بيدنا. بعد ما يدخل لي دم هذا رايحين نبداو نديرو فنجال تاع الماء، يعني شويه فنجال تاع الماء، هاوليك فنجال ولا ما يجيش نصف فنجال تاع الماء، ونكملوا بما زهر. علاش ما زهر تاع دوكا ماشي قاطع، يعني ماشي كيما تاع بكري كانوا يخلطوا له الماء وما زهر، يعني درت دوك نكمل نطمها كامل ما زهر. وما تعجنوش يعني العجينه، لموها فقط باطراف الاصابع هكذا، وما ديروش الماء دفعه واحده، بالعقل برك ما زهر. ما تقلقوش باش الحلويات التقليديه تاعكم دائما تنجحوا فيها، لازم تروحوا لها غير بالعقل وتتبعوا المراحل، يعني من بينها تريح العجينه. دوك تشوفوا يعني المراحل كامل. هنا مازالها مخصوصه الماء. شوفوا يعني انا موالفه ندير الكاطو ندير كميات كبيره، مي ندير بالعقل الماء زهر، لانه الا جات لك العجينه يعني كيما نقولوا حتحصلي واش راح تزيدي لها الفرينه مش حتجيك مبسه. هنا مازال خاصتها نزيدو نديرو الماء زهر هكذا. نزلنا درنا الماء زهر. هنا كيف مازالها ناقصه. شوفوا راهي تتحل، غير تجي تلميها تتحل. نزيدو لها شويه ماء زهر ونلموها. يعني تلقيت بزاف العديد من الطلبات ديرينا تشارك في الخاص، يعني في الصفحه ديالي. راني رايحه ندير تشارك وان شاء الله نزيدو نديرو العرايش، نديرو كعكعات، نديرو مقروط اللوز، يعني نروحو بالتدريج. نديرو البقلاوه تاني، نديرو كاع الحلويات التقليديه ولكن بكميات قليله، لانه الشي راهو غالي ولازم نروحو غير بالعقل. كيما شفتوني الهكا هاي تلمت العجينه ديالي، نغطيها بكيس بلاستيكي. يعني كيفاش تعرفوا الا تلمت العجينه؟ كي ديروا بول هكذا صغيره تاع العجينه، الا شفتوها تلمت هذاك هو سي بون. ديروها في كيس بلاستيكي وخلوها تريح ساعه. هنا نروحوا للحشو تاعنا. انايا درت باللوز. عندك 3 كيلات تاع اللوز، هنا 3 كيلات تاع اللوز. اللوز كيفاش يكون خضر ومرحي، يعني فوت شويه من الطعام، ما ديروهش خشين بزاف وما ديروهش رقيق، خلو شويه فيه هذاك الخشين شويه باش يجيكم مليح. هنا نديرو كيلة غير ربع تاع السكر كريستاليزي، يعني ما ديروش سكر ناعم. نديرو ملعقه كبيره تاع السمن، ونديرو قشور تاع القارص، ونبداو نطمو بما زهر. كيف الحشو بالك وديروه جاري. اذا درتوه جاري رايحه العقده تاعكم تتكامليزا كامل في الفور وما يجيكمش يعني شباب، والصح في العقده. هنا شمخو بالعقل. شوفوا كشو راني نفتل فيه، يعني نفتل ونطم. ديروا كميات قليله باش تشوفوا وسيو لمو. يعني وفي حالة ما اذا درتوا الكاوكاو في بلاصه نحو السمن
وديروا ملعقه صغيره تاع اللوز، عطر اللوز المر، وديروا قشور القارص ثاني راح يعطيكم نتيجه مليحه، لانه كما تعرفوا الكاوكاو يطلق الزيت تاعو واللوز ناشف ما فيش الزيت. نغطيو الحشو تاعنا ونخليهم، يعني نخليهم مده ساعه، لازم ساعه او ساعتين، يعني ضروري لازم يريحوا. هنا نروحو نديرو الشربات ديالنا، نجيبو الكاسرونه ولا القدره تاعنا، نديرو فيها كاس تاع السكر كريستاليزي، 2 كيسان تاع الماء، نحضروا الشربات عاديه، عندنا طرونش تاع القارص، ندوها فوق الفرنو، كي تبدا تغلى ندير هذوك النبابل، نبداو نحسبو تما 10 دقائق، والنار كيفاش تكون متوسطه، ما تفوتوش 10 دقائق. هذاك هو، غير تبدا تغلى حسبوا 10 دقائق، طفيو الفرن وخلوها تبرد. هنا راني جيت العجينه كما راكم تشوفوا، هاي بنتي تحيي فيكم، يعني جات هنا اللي عندها ميزان، يعني تقطع الحشو، تقطع العجينه ودير 30 غرام في العجينه، واللي ما عندهاش يعني دير عينها هي ميزانها. كما نقولوا الحبه تاع الشارك اختياري، كل واحد كيفاش يدير، كاين اللي يدير 20 في العجينه، وكاين اللي يدير 30، وكاين اللي يدير حتى 35، يعني هذه اختياري، انا هنا درتهم حبات متوسطين. والحشو تاعي هنايا ما يفوتش 12 غرام، يعني الحبه تقريبا جاتني 32 غرام كامله. هنا نبداو نفتحوا العجينه تاعنا، يعني راكم تشوفوا ما استعملش الفارينه وما نستعملهاش، علاش؟ الفارينه تنشف الحبه تاع التشارك ويروح لها التبساس هذاك، يعني ونبدا نغلق الاطراف، ورولي الحبه تاعنا مليح. نزيد معكم الحبه الثانيه، يعني الله غالب بنتي تحب العجين، كي تشوف العجين لازم دير يدها، يعني لازم توالفوها. ما تنسونيش ثاني بالدعم تاعكم والبارطاج، ويعني التعليقات طيبه تزيد في الانسان يولي يدير مجهود اكثر ورايح يجتهد في الوصفات، وانا ماني حندخل عليكم في حتى يعني احنا نزيدو نكملو الحبه الثالثه. راكم تشوفوا يعني الله يبارك بنتي راهي يد بيد معايا. نزيدو نرقوا الحبه في الاطراف، يعني العجينه تاعكم بالك يدخل لكم الهواء ليها، لانه راح تنشف وكشغل يروح لها داك التبساس تاعها. يعني تعمدت هكذا باش نوري لكم صور تاع الحبات، باش يعني تدوا فكره. انا تشكلوها هاي ليك، تزيدوا تحطوها في السنيوه، وكي تحطوها في السنيوه يعني سيو كيفاش الحبات يكونوا متلاصقين، يعني ما تبعدوهمش بزاف. دوك تشوفوا هنا في السنيوه تبان لكم واش راني نهضر. نزيدوا الحبه الرابعه، نرقوا في الاطراف، وفي الوسط نديروها خشينه الحربوش هذاك، ونغلقوا مليح الحربوش ديالنا، ونشكلوه على شكل هلال. هكذا نحطوه في السنيوه، شوفوا كيفاش راه تقريبا متلاصق كامل. نشدو كيغدون هكذا، نثقبوا الحبات تاعنا، نديرو فيهم 4 ولا 5 ثقوب هكذا باش العجينه تاعنا تتنفس، يعني ماشي تثقبوا حتى تلحقوا الحبه لتحت، من الفوق برك هكذاك تثقبوا باش يخرج الهواء، حتى وانه ما لميتوش الحبه تاع الشارك تاعكم مليح، هاد الثقوب هادو يساعدوها باش تخرج الهواء اللي يكون دخل لداخل. نخلوها تريح تقريبا نص ساعه باش تدي الشكل تاعها هكذا. سيو غلقوهم بيديكم وخدموا بيدكم وعندكم الوقت كما نقولوا، ومن بعد نديروها في الفرن طيب على نسخنوا مليح الفرن، نديروها ندخلوها طيب تقريبا 20 دقيقه على 160 درجه، ومن بعد نشعلوا لها من الفوق جست تنشف برك. كما راكم تشوفوا الحبه تاع الشارك تاعنا هي دوغي من التحت ومن الفوق ناشفه. كما انا هنايا يعني كما نقولوا طيبت الاخر، نخبي
الحبات تاع الشارك تاعي هادوك في البيدون سواء في المجمد ولا نخبيهم باش يعني كما نقولوا انا نحب التسكر توجور يجيني جديد. يعني هذه استيس، يعني كل ما نحب هاني شوفوا مانيش حنسكر بزاف، سكرت 6 حبات تاع الشارك هنا. شوفوا هنايا عفوا قبل ما نكملوا هنا الاخرى عفوا الشربات اللي شربت فيها زدت لها شويه ما زهر فقط، تقريبا 4 ملاعق ولا تاع ما زهر. نشمخوهم لداخل مليح ونقطروهم، نديروهم في كسكاس يقطروا مليح، ضروري لازم يقطنوا مليح هكذا. يعني علاش؟ باش توجور كي زعما ناكل تشارك توجور يجيني الكو جديد. هنا نجيبو هاد السكر كلاص هدايا تاع نونوس ونديرو دوك نشدو هنايا نمسحو الحبه تاعنا من التحت باش ما ترفدلناش السكر. يعني ما السكر بزاف هكذا كيجي بزاف الحبه تاع التشارك. حنا نحتاجو الوجه تاعنا يكون معمر ونحطوه على وجهه. شوفوا كيفاش راني حطاتو شلون نردمو على وجهه ونغطسو مليح في السكر. ويعني ما كلا هذيك الطريقه الكلاسيكيه اللي نقعدوا نعاودوا في التسكر من جهه لجهه، هو راح يرفد بزاف تسكر. يعني التسكر من المستحسن مره واحده فقط، لانه شتو السكر تقريبا في الشارك تقريبا تلقاوه يابس من الفوق. هنايا نردموا الحبات تاوعنا نخليهم فقط يا ربي يا ربي ربع ساعه 20 دقيقه، نعاودوا نولوا ليهم نلقاو السكر شربهم ما شاء الله. نعاودوا نذكركم في الشربات لانه فاتني المقطع. الشربات هذه قلت لكم زيدوا لها 4 ملاعق ولا تاع المزهر وبداو تخدموا بها، ولازم تكون بارده، والتشارك لازم يكون بارد على الاقل على الاقل 2 ساعات، يعني يبرد تماما. هنا شوفوا كيفاش راني نلصق السكر بيدي، وشوفوا ما استعملتش كميه كبيره تاع السكر. يعني هادو كامل يعني باش تختصوا شويه لان الشي راه غالي. هنا ردموهم كامل هكذا خلوهم 20 دقيقه، عاودوا وليديهم. شوفوا يعني السكر لصق وحده دار طبقه رقيقه تاع سكر كلاص. والريحه في الدار ما عندي ما نقولكم، يعني ريحه ما زهر جبت لكم العيد معايا. شوفوا هنا نحط الحبات دياولي، مي ما نحب نسكر يعني نجبد تشارك ديالي وحتى وخبيته في المجمد ما حيصرى له والو. نجبدو ساعه ولا من قبل يذوب الحبه مليح ونتبعها الطريقه عادي. شوفوا هنايا انا نفضو مليح. شوفوا مرفتش كامل تشارك، مرفتش كامل سكر كلاص، يعني قريب يخلص الفيديو. ما تنساونيش بدعمكم ليا باش نكمل في الوصفات التقليديه ان شاء الله. هنا نجيب صفايه، هذه انا دائما نستعملها الحلويات. صفايه ندير فيها سكر كلاص ونديرو هكذا برك من الفوق، وراح يخرج يعني من اروع ما يكون. كما راكم تشوفوا وصلنا الى نهايه الفيديو. تقول لكم بنتي بلي جات شارك بنين. نتمنى انكم تجربوا الوصفه، والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.